النساء يعرفوا يطيبوا الحلوى في ديورهم، بصح المشكل يواجهوا مشكل كيفاش يروجوا لهذه السلعه تاعهم ولا لهذه الحلويات تاعهم، وكيفاش يبيعوها وكيفاش يجيبوا الزبائن. وخاصه في موسم العيد الطلب يكون كبير، بصح لازم تعرفي كيفاش تسوقي لخدمتك باش الناس تطلب منك. جبت لكم 5 نصائح تقدروا تعتمدوها في مشروع صنع الحلويات ولا بيع الحلويات ولا في طريقه تسويق مشروع الحلويات خاصه قبل العيد. او نصيحه مهمه هي ما تستنيش حتى يقرب العيد، حاولي تبداي التسويق قبل العيد بأسبوع أو أسبوعين أو حتى أكثر، باش الناس تعرف باللي عندك حلويات وتبدأ تطلب منك. وبصح هذا السبب ما راحش يكون عائق كبير. المهم خياتي العزاز، النصيحة الثانية التصوير الجميل. التصوير مهم بزاف في بيع الحلويات. حاولي تصوري الحلويات في ضوء مليح، استعملي صحن يكون جميل ولا شوفي دي بوات دو بريزونطاسيون. دوكا راهم يديروا في دي بوات هكا تاع كيما تاع الباتيسري. بصح حبيبتي مادام كي حبيتي تخدمي خدمه نقيه، انا نصيحه من عندي، روحي شري دي بوات هذوك تاع الحديد، دي بوات شابين، دي بلا شابين، هذوك تخليهم غير الترويج تاعك. ما تروجوش للحلوى تاعكم في دي بوات تاع الباتيسري هكا، ما راحش تمد القيمه تاع الحلوى تاعكم. سيو تخسروا على مشروع تاعكم وتشروا دي بلا شابين، دي بلاطو شابين. المهم باش تبيني خدمتك بطريقه جميله، باش الناس كي تشوف الحلوى تاعك تشوفها فوق طابله تاعها كيفاش راح تخرج. فهمتيني اختي العزيزه؟ هذه نصيحه بزاف مهمه. شوفي، لأن الصورة الجميلة تخلي الناس تحب تشري. النصيحة الثانية اللي لازم ديريها ونوصي فيها كل واحدة، تقدري تنشري مشروعك على الفيسبوك، على انستغرام، على واتساب، على تيك توك. المشروع خاصة في تيك توك كي تكون عندك مدة قصيرة وكي حابة هذيك الخدمة تاعك تبيعيها ولا الحلوة تاعك تبيعيها، سورتو كي تكون عندك حلوه زعما كوموندتها عندك وحده وما داتهاش، تقدري تنشري في تيك توك. في تيك توك الناس تشوف بزاف والناس متوفره بزاف، تقدر حلواتك تروح لك في اقرب وقت ممكن. المهم هذه النصيحة ديها بعين الاعتبار. حاولي تصوري بطريقة مليحة وتنشري عن طريقة فهم الخوارزميات اللي راح نشرحها لكم في الدروس الجاية. تنشري على فيسبوك، على انستغرام، على تيك توك، على جميع مواقع التواصل الاجتماعي. تقدري ديري حساب وتقعدي تنشري في الحلوة بطريقة جميلة، خلي الناس يتشهوا هذيك الحلوة غير كيشوفوها ويتشهوا يحطوها في الميدات تاعهم. هذا هو المغزى من مشروع حلويات الخياطة ولا طريقة التسويق تاعو، لازم تخلي الناس يتشهوا. النصيحة الثالثة، شوفي اختي، انتي قبل كي تروحي تبداي المشروع تاعك كيفاش ديري؟ حاولي ديري كونتيتي صغيرة، زعما ديري لو فات كو 5 حبات 6 حبات من كل نوع. هاد الحبات هما اللي تبريزونتيهم، ما تبريزونتيش الحلوة تاع الناس اللي يكموندوها عليك في البدايه. فهمتيني؟ لازم تبداي بيهم حتى يكونوا يقداموا لك يقعدوا قدم، انتي راكي تبريزونتي فيهم حتى تشوفيهم غير صالحين باش تبريزونتي فيهم، ماشي باش تاكليهم ولا. فهمتيني؟ هادو ديريهم شغل تاع الخدمه. هادي لازم يكونوا عندك حباتك اللي تخدمي بيهم وتصوريهم وتروجيهم في الاخر، باسكو دي فوا كي تروحي هكا تبيعي تقول لك اعطيني الصور الحقيقيه، تقدري حتى تبعتي لها فيديو بلي هذه خدمتي، الناس تستقنع. باسكو على مواقع التواصل الاجتماعي بدات شويه الناس تفقد الثقه تاعها، باسكو بزاف ناس راهي تخدع والخديعه في الخدمه راهي ماشي مليحه. اختي خلي خدمتك نقيه، خدمي بضمير وتشوفي كيفاش راح تنجحي وينجح مشروعك في الحلويات. وبوكوا با تقدري حتى تحلي حانوتك الخاص انت اختي العزيزه ولا البوتيك تاعك الخاص. المهم خياتي العزاز، تقدري تنشي الصور تاعك مع الاسعار وتخلي الناس يحجزوا قبل العيد. هذه فكره مليحه. تخلي الناس يفيرسوا لك الحلوه. انا بور موا تخدميها باغ فيرسمون، باسكو الحلوه تشريها راح تخسر لك تم. لازم تكون عندك هذه خاصيه الفيرسمون، تفيرسوا لي نخدم لكم. ماشي كيما الخياطه ولا عفايسه واحد اخرين كي يرجعوا لك تقدري تبيعها للناس واحد اخرين. من بصح الحلوه صغار وين يجيك هذاك الانسان ويبيع غير في المناسبات. تسمى الحلوه خدموا بالفيرسمون وخلي الاسعار الناس تفيرسي لك. انت لو فات تخدمي الحلوه وما راكي عندك دراهم لي زانغريديون تاعك خسرتيهم على هذيك الحلوه لو كان ما يدوهاش. النصيحه الرابعه، عرض خاص للعيد. هذا العرض يجيب لك الناس يقول لك راهي دايره بروموسيون مع الغلا تاع الحلويات، تاع الاسعار المواد صنع الحلويات راهو غالي. انت الناس كيدير لهم بروموسيون ولا دير لهم زعما حلوى بدون تزيين.
زعما تخدمي انت الحلوه تاعك مي بصح ما تزينيهاش تخلي الناس يزينوها وتنقصي في البري، هكا راح تكسبي زبون وتكسبي جهدك وتكسبي بلي الحلوه تاعك راهي تباعت وراكي دخلتي دراهم من مشروعك في الحلويات. تاني ديري علبه مشكله من الحلويات، لكن ديري علبه شابه هذوك تاع الحديد، شريها باش تخدمي فيها فهمتيني، باش بريزونتي فيها باش الناس تشوف، باسكو الكرتون هذاك ما يبينلكش الحقيقه تاع الحلوه تاعك، ما يبينلكش لو شارم تاع الحلوه تاعك. مي كي تشري اون بواط شابه مع لي دونتيل تكونوا شابين فهمتيني، تخسي حتى يكونوا شوفي لي دونتيل تاعك لي تبريزونتي بهم ماشي هما اللي تبيعي بهم، تبريزونتي بلي دونتيل شابين. ولي تجي تقول لك حبيت دي دونتيل وحاجه مليحه وعندي مهبه، قولها هذا هو السعر تاع لي دونتيل الغاليين وهذا هو السعر تاع لي دونتيل اللي يكونوا بسيطين تاع عادي فهمتيني، باسكو لي كيسات لي دونتيل كاين بزاف دي شوا فهمتيني اختي. مين اللي تبريزونتي بهم خدمتك اشري الملاح والغاليين يزيدوا لك من قيمه الحلوه تاعك ومن قيمه خدمتك. الناس تشري بالعين فهمتيني حبيبتي. النصيحة الخامسة أختي العزيزة، التعامل الجيد مع الزبون. التعامل مع الزبون بزاف مهم، حاولي تردي على الرسائل بسرعه، باسكو الرسائل الى الناس يبعثوا لك وانت تماطلي وقاعده مع الحلوه. وننصحك انك الرسائل ديري وحده اختك بنت عمك، ما بيش اي انسان عبالها يمك، ديري وحده سبيسيال هي اللي تجيب تروبوندي لك على الرسائل وتكونفيرمي لك لي كوموند. وعلى اختي انت ما تقدريش تقعدي مشغوله مع الحلوه او مع الرسائل، هذا الشيء راح يدير لك اكتظاظ في الخدمه تاعك وتقعدي ومن بعدك ما ريبونديتيش، ومن بعد نسيتي الحلوه تحرقت لك، ومن بعد نسيتي هذه ما شريتيهاش، راح ينوضلك مشاكل وتكرهي مشروعك. لا سي كل حاجه تنظميها بورقه وستيلو ودي تمدي الاولويات لكل حاجه وما تحكميش لي كوموند على ضربه. كاين حاجه واحده اخرى، لازم تكوني لطيفه في الكلام مع الناس. شوفي الكلام كي يقول لك تاع بكري كي مسحر، لسانك لازم يكون حلو مع الناس، وسعي خاطرك، ما تزعفيش، كوني دائما كلم مع الناس حتى يكون كنتي من النوع هذاك اللي يتنرفا. حافظي على الجوده تاع الحلوه تاعك يا اختي العزيزه، حتى لو كانت تلقاي روحك باللي هذاك الزبون ما راحش تكسبي معاه بزاف، مي غلطتي درتي حاجه زعما غلطتي قلتي لها رحتي الحلوه هذه دير 7000 قلتي لها دير 5000 وغلطتي، ما تنقصيش من جوده الحلوه تاعك على جل هذوك دراهم. معليش كليونت واحده وراحت، حتى كنت تكوني هكا تربحي معاها 500 فهمتيني اختي. جامي تنقصي من الجوده تاع الحلوه تاعك، باسكو هذا الشيء راح يضرك انتيا، راح يروحوا لي كليون تاعك وتولي ما عندكش بدون لي كليون فهمتي. لي كليون تاعك يروحوا يقولوا حلوتها مش مليحه، وديري في بالك بلي الكلام يمشي، يقدروا يصورك على موقع على الفيسبوك ولا يديروا صوره الاخر تاعك بلي باعت لي حلوه عيانه اكسيتيرا. دائما كوني وفيه مع الزبون تاعك وبينك وبين ربي سبحانه، وتشوفي كيفاش ينجح المشروع تاعك. المهم خياتي العزاز، هنا لحقنا نهايه الفيديو، ان شاء الله تكون عجبتكم، ان شاء الله تكون لقات استحسانكم. علي غير نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء.